ما تيجي اقول لك فكرة بنناقش فيها ازاي، والتاسعة ازاي معانا هي ازاي تمارس النقد بشكل صحي. يلا بينا. الاصل في النقد انك تطلع الجيد من الرديء، الحقيقي من المزيف. وعلشان تمارس النقد بشكل صحي لازم تعمل 3 حاجات. 1. تناقش الفكرة مش الشخص. لما تبدأ في نقد شيء خلي هدفك في النقد الفكرة اللي بيناقشها الشخص مش الشخص نفسه. كلامه مش شكله او لبسه او برفانه او مستحمي ولا لأ. دي كلها حاجات نناقشها لما نكون بنعمل ستاند اب كوميدي، هدفنا فيه ان نهزأ الراجل. اما واننا قررنا ننقده فلازم نكون مؤدبين، لاننا مأمورين لو اضطرنا نجادل اننا نجادل بالاحسن مش بالحسنى. 2. تكون موضوعي غير متحيز. كلنا عنده هوى أمرنا بعدم اتباعه، علشان كده اللي يتصدر النقد لازم يحارب هواه، يتحرى الموضوعية، وإلا فهيسيبها لغيره أفضل علشان ما يركنش الذين ظلموا. أنا عارف إن ده صعب، ولكن النقد أمانة ومسؤولية، لو ما كنتش قدها سيبها لغيرك علشان ما تظلمش نفسك قبل اللي تنقده. 3. ما تخرجش عن السياق. اللي بتنقده أو بتنقد كلامه هو قاله في زمان معين ومكان محدد وبيئة خاصة، ما تخرجش عنهم لما توجه النقد لكلامه وتحاول تصحيح فكرته أو تغييرها لما فيها من عيوب أو أخطاء. ما تنساش كمان إن في دوافع شخصية للمتكلم أو نفسية وغيرها من الأمور اللي تحدد إزاي تنقد أفكاره. والمتتبع للأدب يجد أنه يزدهر ويزداد انتشاره في فترات الفوضى والصراعات السياسية. أخيرا أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.